الزيتون حامض هيتسبك مع الصلصه بتاعتي في لون الفراخ بعد الفرن. حلو قوي. بما اني سيوة واحة فهنلاقي ان معظم الاكلات والاطباق السوية بتعتمد في تكوينها على الزيتون وزيت الزيتون. احنا النهارده في فندق ومطعم نيو ستار هنشوف ونجرب طاجن فراخ بالزيتون، واحد من الاطباق السوية اللي اتشهرت الفترة اللي فاتت لانه بيعتمد في تكوينه على الزيتون كعنصر رئيسي. احنا دلوقتي في المطعم، الشيف مسلم دعانا ان احنا نيجي نشوف طريقه اعداد الطاجن. كده اول حاجه معانا بنقطع الصدور، بقطع مكعبات، وبعدين بحط الصدور دي طاسه صغيره، حبه خل واعصر عليهم ليمونه عشان زفره الفراخ، دي حبه ملح، تسيبها لمده حوالي 5 دقائق ل 10 دقائق واشطفها تاني. احنا كده شطفنا الفراخ احنا شطفنا الفراخ، ننزل نديها تحميره في الزيت. بالظبط كده، نديها نص تحميره على الزيت. يعني اول ما تاخد اللون ده كده بنطلعها من الزيت. بالظبط كده. حبه صلصه بالطماطم مع توم يتسبكوا كلهم مع بعض. زيت زيتون هضيف عليها دلوقتي الزيتون. الزيتون حامض هيتسبك مع الصلصه بتاعتي. يعني احنا بنسبك الزيتون مع الصلصه بالثوم بزيت الزيتون. الفراخ كده اتحمرت، خدت نص سوا، هتكمل سوا بقى في التسبيكه عشان الزيتون والفراخ ياخدوا طعم بعض. طيب وياخدوا قد ايه وقت بقى في التسبيكه؟ ياخدوا حوالي ربع ساعه. كركم ايوه، وحبه فلفل اسود، وبعدين حطينا ايه؟ قرن فلفل اخضر كده. قرن فلفل حار. كل ده بيتقلب مع بعضه، يتساب مثلا لمده 10 دقائق وهو بيغلي. احنا كده خدت لها مثلا ربع ساعه. خدت 10 دقائق. هغرفها بقى في طواجن. احنا ما حطيناش ملح عشان الملح اللي موجود في الزيتون، عشان الزيتون مخلل طبعا، بعد ما بيستوي بيطلع نسبه الملوحه بتاعتها. حلو، فانت ما بنضيفش ملح خارجي. انا ما بضيفش عليها اي ملح. في لون الفراخ ما شاء الله. نعبي بقى فين؟ في الطواجن. شايف الطاجن مليان ازاي؟ نديله شويه زيت عشان لسه اشمعه على الفرن تاني. احنا كده كمان الطواجن اتزينت بفلفل الوان وطماطم، خدت صاج هتخش الفرن. تاخد لها قد ايه في الفرن بقى يا شيف؟ ياخد ربع ساعه. ربع ساعه في الفرن. حانت لحظه الحقيقه، هنخش نشوف الفراخ وهي بتطلع. شفنا مراحل الاعداد بقى، دلوقتي هنجرب الفراخ بالزيتون. قطع فراخ بعد الفرن شكلها حلو قوي. الزيتون بعد السوا شكله مختلف تماما. الملوحه والحموضه بتاعت الزيتون مديها طعم حلو قوي. ظابطه الملح، انا شفته واحنا بنعمل اكل جوه ما ضافش ملح واعتمد على الملوحه بتاعت الزيتون والفراخ مع بعض. هو الطعم الاثنين ضارب في بعض، ده مخلي الطاجن طعمه مختلف ومش تقيل. الطاجن مش تقيل رغم ان هو فيه صلصه وطماطم جامد. بالنسبه لي انا محتاج الطاجن الكبير مش الطاجن الصغير.